سنابل اف ام تقدم برنامج المستمع المذيع. المستمع المذيع نافذة على العالم ومنبر لكل الناس. أنت المعد، أنت المقدم، أنت المخرج، ونحن المستمع. المستمع المذيع على أثير إذاعة سنابل اف ام. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا بكل خير في هذه الحلقة المميزة من برنامج المستمع المذيع، ولنتعرف على مذيعنا المستمع ومن أي بلد. مرحبا، أنا من المستمعين لإذاعة سنابل اف ام، واسمي محمود الحسن. أقدم هذه الحلقة إهداء من بلدي سوريا إلى العالم عبر إذاعة سنابل اف ام وبرنامج المستمع المذيع. تحية لك أستاذ بشار الضلي. حلقتنا تتحدث عن التحاليل المخبرية. في هذه الحلقة سوف نتعرف على عدة مواضيع شيقة، وفي البداية سوف نتعرف على تعريف التحاليل المخبرية. التحاليل المخبرية هي أدوات لجمع معلومات إضافية حول المريض جنبا إلى جنب مع التاريخ المرضي والفحص السريري للمريض، إذ يمكن لهذه التحاليل الطبية أن تؤكد تشخيص المرض وتعطينا معلومات طبية أكثر عن حالة المريض ومدى استجابته للعلاج. في الفقرة التالية نتعرف إلى أشكال الفحوصات الطبية. هناك تحاليل طبية شاملة يقوم بإجراؤها الأصحاء للاطمئنان على حالتهم الصحية بشكل دوري، كما تجريها بعض الشركات والمؤسسات للكشف عن الأمراض والتأكد من اللياقة الطبية للمتقدمين لها أو الموظفين فيها، مثل فحص العمالة بالإضافة إلى الأشخاص المقبلين على الزواج، وذلك من أجل الكشف عن بعض الأمراض الوراثية مثل التاليسيميا وفقر الدم المنجلي. البحث عن التشخيص الأولي. يتم إجراء تحاليل الدم وغيرها لتحديد العضو أو الجهاز الذي بدأ بفقدان وظائفه في الجسم، وتأكيد التشخيص الأولي الذي تم وضعه بناء على المعطيات من التاريخ المرضي والفحص السريري للمريض. التشخيص التفريقي. تشترك الكثير من الأمراض في بعض الأعراض المرضية ونتائج التحاليل المخبرية، ولهذا فإن جمع المعلومات وقراءة التحاليل الطبية برؤية سريرية يساهم بشكل كبير في ترجيح التشخيص الأكثر انطباقا على حالة المريض، وبالتالي تقديم العلاج الصحيح. تقييم الحالة الطبية ونتائج العلاج. تستخدم الكثير من الفحوصات الطبية لمتابعة حالة المريض وتأثير الدواء وتطور المرض ونتائج التعافي. فمثلا يوجد فحص ESR سرعة التثفل، وهو مهم لمتابعة نشاط بعض الأمراض المناعية والالتهابية المزمنة. وأيضا يوجد فحص PCR، وهو مخصص لبعض أنواع الفيروسات، حيث يساهم بالكشف عن نشاط المرض أثناء العلاج. تقييم شدة المرض. تكمن أهمية بعض الفحوصات المخبرية أثناء وجود المريض في المستشفى، وخاصة مرضى الحالات الحرجة، وذلك لتقييم شدة المرض والكشف عن المضاعفات مبكرا. ومن أمثلة هذه الفحوصات فحص الليباز، وفحص LDH، وفحص الكالسيوم لتقييم حالة التهاب البنكرياس.
الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. إن بعض الفحوصات الطبية هامة للكشف المبكر عن السرطان وبعض الأورام المزمنة، مثلا فحص PSA للكشف عن سرطان البروستات، وللكشف عما إذا كانت هناك حالة من تضخم الغدة، والفحص الجيني ألفا فوتوبروتين للكشف عن احتمالات الإصابة بسرطان الثدي والمبيض. ننتقل الآن إلى أنواع التحاليل الطبية. يمكن تصنيف أهم أنواع التحاليل الطبية بناء على الهدف السريري إلى الأقسام التالية: تحليل صورة الدم أو تعداد الدم العام، هو مجموعة تحاليل مخبرية تقيس تعداد خلايا الدم بأنواعها ونسبتها، إضافة إلى مؤشرات الالتهاب الحادة والمزمنة. تحتوي هذه الفئة على فحص الدم العام CBC Complete Blood Count، والذي يقيس نسبة خضاب الدم الهيموغلوبين وتعداد خلايا الدم الحمراء RBC cells وخلايا الدم البيضاء WBC cells والصفائح الدموية platelets. من خلال هذا الفحص الشائع جدا يمكن معرفة نسبة أنواع خلايا الدم البيضاء WBC cells التي تعكس الكثير من الاستنتاجات حول المسبب المرضي، فيما إذا كان بكتيريا أو فيروسيا أو غير ذلك، لا سيما إذا ما ربطت بنتائج فحوصات طبية أخرى مع التاريخ المرضي والفحص السريري. ومن المعايير التي يتم قياسها في هذا الفحص أيضا هو قياس حجم خلية الدم الحمراء MCV Mean Cell Volume، والذي يعكس نقصه في الغالب نقص الحديد في الجسم وبعض الأمراض الدموية الوراثية، وزيادته تدل على نقص حمض الفوليك أو نقص فيتامين B12. ومن الفحوصات المهمة أيضا فحص ESR سرعة التثفل، الذي يعكس ارتفاعه وجود حالات التهاب مزمنة أو حادة أو أمراض مزمنة أو خبيثة. ثانيا فحوصات المصل سيرولوجي، وتشمل عددا ضخما من التحاليل الطبية، والتي يمكن تصنيفها كما يلي: فحص البروتين النشط CRP، والذي يدل ارتفاعه على وجود التهاب حاد أو إصابات مفصلية حادة أو مزمنة. فحوصات الشوارد مثل فحوصات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكلور والمغنيسيوم، وهي مهمة جدا لتحديد توازن سوائل الجسم وزيادتها أو نقصانها الحاد الذي قد يكون خطيرا. وكثيرا ما تطلب هذه الفحوصات للمتابعة الدورية في أقسام المستشفى المختلفة وبعد العمليات الجراحية. الفحوصات الهرمونية لتحديد مستوى هرمونات الغدد الصماء، مثل هرمون الغدة الدرقية النشط الحر FT3 وغير النشط FT4، والهرمون المحفز لإفراز الهرمون الدرقي TSH. كما وأن قياس مستوى الهرمونات الجنسية الذكرية والأنثوية هام لتشخيص أسباب العقم لدى الجنسين واضطراب الدورة الشهرية لدى السيدات، بالإضافة للعديد من أمثلة فحوصات الهرمونات مثل الكورتيزول وفحص IGF الخاص بهرمون النمو. فحوصات وظائف الأعضاء والكيمياء الحيوية تشمل هذه الفئة ما يلي: أولا فحوصات وظائف الكبد ALT AST، جاما GT ALP الفوسفاتاز القوية، فحوصات ارتفاع الصفراء بيلوروبين الناتج أساسا من تكسر خلايا الدم الحمراء أو خلل في تصريف المادة من القنوات الصفراوية. ثانيا فحوصات وظائف الكلية وأهمها الكرياتينين.
رابعا، فحوصات إصابة عضلة القلب والاحتشاء القلبي، وأهمها CKMB تروبونين I. فحوصات العضلات مثل ال LDH وال CBK. وننتقل إلى فحص المايوجلوبين وفحوص حمض اليوريك أسيد الذي يدل ارتفاعه على وجود التهابات في المفاصل ومرض النقرس. خامسا، فحوصات وظائف البنكرياس، الليباز والألدولاز والأميلاز. سادسا، فحوصات جميع أنواع تحليل السكر في الدم مثل قياس مستوى السكر الصائم FPS وبعد الأكل RBS، ومستوى السكر التراكمي هيموغلوبين B1A1C الخضاب السكري، والذي يشخص مرض السكري في حال ارتفاعه ويعكس انتظام مستويات السكر في آخر 2 إلى 3 أشهر. ثامنا، فحوصات الدهون والتي تقيس مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الحميد والخبيث والدهون الثلاثية. فحوصات تخثر الدم، تجلط الدم. هذه الفئة من التحاليل الطبية هامة لتشخيص اعتلالات النسف والتخثر ومراقبة تميع الدم أثناء استخدام الأدوية المميعة للدم في حالات جلطة الأوردة العميقة في الرجل والجلطة الرئوية، وحالات تبديل صمامات القلب وفشل عضلة القلب. هذه الفحوصات أيضا يتم طلبها روتينيا قبل العمليات الجراحية، وهي BT INR BTT، ويتم متابعتها بشكل دوري للمرضى الذين يستخدمون دواء وارفارين أو كومادين. فحوصات مستويات الفيتامينات والمعادن مثل فحص مخزون الحديد في الريتين، وهو الفحص المخبري الأدق للكشف عن نقص مستويات الحديد في الجسم والذي لا يتأثر بأي عوامل أخرى. فحص مستويات الفيتامينات مثل فيتامين B12، وفحوصات المعادن مثل السيلينيوم والزنك. الفحوصات المناعية، وهي عبارة عن تحاليل مخبرية تحدد نشاط المناعة الذاتية ضد الأنسجة المختلفة مثل فحوصات الداء الرثوي anti-CCP أو فحص ANA. ويشترك العديد من أمراض المناعة الذاتية في إيجابية وارتفاع مستويات هذه الفحوصات مثل الذئبة الحمراء. دلالات الأورام، يمكن الكشف عن العديد من الأورام مبكرا من خلال تحليل علامات الأورام المخبرية مثل فحص PSA لسرطان البروستات عند الرجال، وفحص CA 125 لسرطان المبايض، وفحص سيا لسرطان الكولون. فحوصات الكائنات الدقيقة المرضية والفيروسات، يمكن الكشف عن الإصابات الحادة والمزمنة لبعض الأنواع من الفيروسات مثل فيروس الكبد الوبائي A B C D E وأنواع أخرى من البكتيريا. فحوصات سوائل الجسم المجهرية والفحص الزرعي للنمو البكتيري. يجري هذا النوع من الفحوصات لدراسة عينات البول والبراز وأي سائل يتم سحبه لغاية التشخيص أو العلاج مثل سائل الارتشاح البطني أو سائل المفصل، إذ ندرس العديد من الجوانب مثل الشوارد والسكر وتركيز البروتين وعوامل فيزيائية وكيميائية أخرى، كما ويكشف عن وجود البكتيريا من خلال مشاهدتها مجهريا. ويمكن إجراء زرع جرثومي لمعرفة نوع البكتيريا والمضاد الحيوي المناسب للعلاج. تحاليل السموم والأدوية، والتي يمكن من خلالها معرفة مستويات بعض أنواع السموم والعيار السمي للمعادن الثقيلة، بالإضافة إلى بعض الأدوية مثل أدوية الصرع وأدوية القلب كدواء ديجوكسين. فحص غازات الدم، والذي تؤخذ من خلال عينة من الشريان أو الوريد
لاستنتاج حالة التوازن الحمضي والقلوي في الدم، بالإضافة إلى مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. ننتقل بكم الآن إلى فقرة جديدة. دعونا نتعرف إلى أقسام المخبر الرئيسية. أولاً، قسم الاستقبال. يتم في هذا القسم ما يلي: تسجيل بيانات المريض، الاسم الثلاثي، العمر، الجنس. ثانياً، نوع العينة، دم، بول، براز إلى آخره. ثالثاً، التحاليل المطلوبة وطباعة لساقات المريض. رابعاً، إخبار المريض بالزمن اللازم لإنتهاء التحاليل. خامساً، طباعة التحاليل عند انتهائها وإرسالها عبر الواتس. ثانياً، قسم سحب الدم، أخذ عينة الدم. يتم استقبال المريض من خلال النداء على اسمه، ثم يجلس المريض على كرسي السحب، وننظر للساقات السحب ونختار الأنابيب المناسبة، حيث لأن كل نوع من التحاليل الأنبوب الخاص به. نهيئ المريض لسحب الدم، وذلك بالطلب من أن يكشف عن ذراعه المرفق، ونحضر العاصبة، ونعقم المنطقة المطلوبة بالكحول 70%. ندخل بالإبرة بزاوية 45 ونبدأ بسحب الدم، وننتبه ألا تنحل العينة، بحيث نسحب بدون إدخال هواء وبهدوء وليس بسرعة. ننتهي من سحب الدم، ونطلب من المريض أن يضغط على مكان سحب الدم حتى لا تحدث وثبة أو ورم أو ازدقاق. نفرغ عينة الدم في الأنابيب حسب التحاليل المطلوبة، ونستلم أنابيب المريض حسب الباركود الموجود على الأنابيب، ثم نرسل العينات إلى القسم المختص للتحاليل حسب التحاليل المطلوبة. دعونا نتعرف الآن إلى أقسام مخبرنا. قسم الدمويات. نعمل في هذا القسم التحاليل الدموية التالية: CBC Complete Blood Count، تعداد الدم الكامل، ويتضمن ما يلي: تعداد الكريات البيضاء، تعداد الكريات الحمراء، تعداد الصفيحات الدموية. إجراء لطاخة دموية فيلم. نمد لطاخة للمريض الذي يشكو من أحد أمراض الدم: فقر دم بعوزة الحديد، فقر دم بالفيتامين B12، أنيميا البحر المتوسط، الثلاسيميا، فقر دم المنجلي. وندرس أشكال الكريات الحمر تحت المجهر، ونعد تقريرا بذلك ونرسله للطبيب المختص. إجراء تحاليل BT زمن بروترومبين، BTT الترومبوستين الجزئي. عيار عوامل التخثر المختلفة، حيث أن نقص كل عامل يحدث مرضا معين، مثل الناعور هو نقص العامل الخامس من عوامل التخثر. ننتقل الآن إلى قسم آخر من المخبر، قسم المصليات، وهو يتضمن كافة التحاليل التي تجري على المصل وليس البلازما. والفرق بينهما أن البلازما تحوي عوامل التخثر، أما المصل لا يحويها. قسم المناعيات يعتمد على التفاعل بين الضد ومولد الضد، الأنتيجين والأنتيبادي. رابعا، قسم الكيمياء بيوكيمستري، يعتمد إجراء التحليل على تفاعلات كيميائية تحدث حتى تنتج موادا نقيسها بالأجهزة. خامسا، قسم الميكروبيولوجي الأحياء الدقيقة، حيث يتضمن كافة التحاليل التي تجري بواسطة المجهر، مثل تحليل البول والراسب، تحليل البراز العام، تحليل اللطاخة الدموية. سادسا، التحاليل الهرمونية، مثل تحليل TSH للغدة الدرقية، تحليل GH لهرمون النمو، مثل تحليل FSH لهرمون الجريب، مثل تحليل البرولاكتين لهرمون الحليب. سابعا، التحاليل الفيروسية فيرولوجي، وفيها ندرس الفيروسات المختلفة، من أهمها فيروس الكبد الوبائي وفيروس السيدا. أرجو أن تكونوا قد استفدتم في هذه النبذة البسيطة
عن الحاليل المخبرية. وفي النهاية أشكر طاقم العمل والإذاعة الكريمة على إتاحة هذه الفرصة. دمتم برعاية الله. كل الشكر لمستمعنا المذيع، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج المستمع المذيع. كان معكم في الإشراف العام فاضل حماد، في الإشراف الإذاعي محمد الخالد، في الوصل الفني والتقني محمد الكنف وحمد الهيشل، وفي الكنترول باسل حريب. في إعداد وتقديم وإخراج هذه الحلقة محدثكم من وراء الميكروفون بشار الظلي.